أصدقائي المتابعين، جايبة لكم فيلم من 63 سنة. الفيلم تصنيفه جريمة وغموض. فيلم أنا العدالة، بطولة مها صبري، حسين صدقي، نجوى فؤاد، وأحمد لوكسر، وعباس فارس. فكرة الفيلم أخوذة من قصة أجاثا كريستي، ثم لم يبقى أحد. الفيلم بيبدأ باتصال من عزت أمين لأصدقائه، السيدة فتحية، والراقصة إلهام، والدكتور مدحت، والمحامي أحمد سامي، وأستاذ ماهر سلام اللي اعتزل المحاماة، ومعاه الأسطى عبده السواق. بيدعوهم انهم يقضوا معاه ليلة راس السنة في قصره اللي في الريف. بيلبي الجميع دعوته، لكن المفاجأة انهم بيوصلوا مش بيلاقوه، وبيلاقوا الشغالين نعناع وجوزها. وبعد كده وهم قاعدين مستنيينه بيلاقوا ان الشغالين بيشغلوا لهم موسيقى بناء على اوامر عزت بيه اللي قالها لهم قبل ما يجوا. واثناء ما هم بيسمعوا الموسيقى بتخلص الموسيقى، وبيتفاجئوا بصوت عزت وهو مسجل لهم ريكورد. بيضحك بضحك هستيري، وبيقول لهم انه جمعهم عشان يعاقبهم على الجرائم اللي عملوها في حق ناس تانية، وانه هو العدالة اللي هتقتص منهم. بيقول لهم ان الجريمة الاولى اشترك فيها الدكتور مدحت مع الست فتحية، والاستاذ احمد سامي المحامي، والاسطى عبده السواق، اللي تسببوا في موت نفيسة الشغالة. بنشوف مشهد لنفيسة مع عبده السواق وهو بيوعدها بالجواز بعد ما غرر بيها وبقت حامل. بيقول لها انه بس هيسيب الشغل لانه لقى شغل مرتب اعلى، واول ما هيكون يعني مبلغ هيرجع يتجوزها. وطبعا بيمشي ومش بيرجع. بتروح نفيسة للست فتحية عشان تحللها مشكلتها وبتطلب منها المساعدة، فبتطردها فتحية، لكن نفيسة بتعيط وبترجوها تساعدها. فبتتصل فتحية بالدكتور مدحت عشان يشوف حل نفيسة. بيوافق الدكتور يجهد نفيسة عشان خاطر يرضي فتحية. وطبعا بتتعب نفيسة جدا، لأن الموضوع يعني بيكون صعب جدا، لأن الحمل كان بعد 3 شهور، وده كان صعب وكان ممكن تموت. وفعلا بتروح لوالدتها، وقبل ما بتموت بتقول لها ان الدكتور مدحت هو اللي عمل لها العملية. بتموت بعدها. والدة نفيسة بتقول للبوليس كده ان الدكتور مدحت هو السبب، فبيقفل عيادة البوليس، بيقفل عيادة مدحت وبيحقق مع فتحية وبيدخلها في القضية. لكن فتحية بتلجأ لصديقها المحامي أحمد سامي اللي بيقف معاها بدل ما يقف مع الحق، وبيطلعها براءة بعد ما زور في الأدلة وقال إن فتحية أجهضت نفسها، وإن فتحية إن نفيسة أجهضت نفسها، وإن فتحية والدكتور حاولوا يساعدوها، لكن عمرها كان انتهى وهما ملهمش أي دخل في الموضوع. فبيقدر يطلعهم براءة. بيقول لهم عزت عبر الجهاز إن فتحية إنسانة مش كويسة، وبتوهم كل واحد إنها بتحبه، يعني بتلعب عليهم. وبنشوف مشهد لفتحية وهي بتتصل بأحمد تطلب منه يجيلها البيت عشان يحللها مشاكل ورثة بعد ما جوزها مات. بيوعدها انه هيروح لها بعد ما يخلص المكتب. وبعدها بنلاقي الدكتور مدحت جاله في المكتب بتاعه، بيطلب منه يعمل له عقد بيع للأرض بتاعه بسرعة عشان محتاج فلوس عشان ناوي يتجوز. بيسأله أحمد هتتجوز مين؟ بيقوله فتحية لأنه بيحبها جدا. بيتفاجئ أحمد بالخبر وبيزعل. بنفهم إنه كان بيحب فتحية، لكن بيوعده إنه هيخلص له العقود بسرعة. بيشكره مدحت وبيروح لفتحية زي ما وعدها، بيبارك لها كمان على جوازها من مدحت. لكن فتحية بتتفاجئ وبتقوله إنها مش بتحبه، وإن ده حب من طرف واحد، وإنها لو طلبها للجواز مش هتوافق. بنفهم من كلامها مع أحمد إنها معجبة بيه ومش معجبة بمدحت. بيمشي أحمد عشان الوقت اتأخر، وبيبص عليها من عربيته وهو ماشي، بيلاقي مدحت جاي لها بيبوس ايدها، فبيبص لهم باستخفاف وبيمشي. بيرجع تاني المشهد للقصر، وهي فتحية بتصرخ وبتقول انها انسانة شريفة وان دول اصدقائها، وان هي ما تسمحش طبعا بتكلم عزت ما تسمحلوش انه يتهمها بكده ولا انه يحاسبها وانها مظلومة. بنلاقي الهام بتقوم وبتقول كفاية كده ولازم نمشي من هنا. فبيسمعوا صوت عزت من خلال الجهاز وهو بيضحك بهستيريا، وبيقول لهم اسمعوا الجريمة التانية اللي بطلتها المجرمة إلهام، وتاجر المخدرات حسن، والموزعين ليهم اللي كانوا بيساعدوهم نعناع وحسنين جوزها.
واخيرا المحامي البارع ماهر اللي ساعدهم انهم يتسببوا في قتل ناس بريئة وانهم نفذوا سمومهم في المجتمع. بتصرخ إلهام وبتصر انها تمشي، لكن صوت عزت بيقول لهم انه هيحكي لهم تفاصيل الجريمة دلوقتي. بعد كده بنشوف مشهد لإلهام وهي بترقص، وبعدها بتجيلها نعناع وبتديها جواب من واحد معجب بيها. هي عارفاه، يعني شاب غني بيحبها. بتفرح إلهام وبتقول لها انه عايزها يقابلها بكرة، وانها تقابله لانه محترم وغير كل الناس اللي تعرفهم. بتغير هدومها وبتقول لها عشان هتروح لماهر اللي مستنيها، وبتروح فعلا لماهر بتلاقيه جايب لها اسورة هدية عشان يشبكها بيها لانه عايز يتجوزها. بعد كده تاني يوم بتروح فعلا تقابل إلهام الشاب اللي هو بيحبها، وفعلا بيطلب منها انها تسيب الرقص وتتجوزه وتبقى ست بيت ويديها ثروته كلها. بتقوله انها ترد عليه بكرة، وبترجع البيت تقول لخدمتها نعناع اللي حصل. بتقول لها نعناع طب هتعملي ايه في حسن؟ قالت لها ده تاجر مخدرات وممكن ابلغ عنه. وبالنسبة لماهر قالت لها انه عجوز وهي عايزة تتجوز شاب. بعد كده بنشوف مشهد لماهر مع مراته، وهو بيقول لها انه هيطلقها عشان عايز يتجوز واحدة تانية وهيديها مصروف شهري تعيش منه. بتصرخ مراته بتقوله بعد السنين دي كلها وبعد ما شبابها راح، وبتحاول تستعطفه وبتقوله ان ما عندهاش اولاد وملهاش غيره يعني يخليه معاها، لكن بيمشي ويسيبها. فبتجيلها ازمة قلبية وبتموت. بيروح ماهر لإلهام وبيبلغها انه طلق مراته وفرحان جدا عشان هيتجوزها، لكن إلهام بتتريق عليه وبتضحك وبتقوله انها مش عايزة تتجوزه. وبيروح لمراته يلاقيها ماتت، بيعيط وبيطلب منها السماح لانه هو كان السبب في موتها. بنشوف مشهد لإلهام وهي عازمة الشاب الغني في بيتها وبتحاول تشربه يعني خمرة معاها. بعد كده بيجي منير مساعد حسن بيشوف الشاب وبيتخانق معاه، بيتخانقوا سوا وهو بيتخانق معاه بيقتله بسكينة. بعد كده بنلاقي حسنين جوز نعناع جه هو وحسن وبيلاقوا جثة الشاب. فبيسألوا منير، بيكذب عليهم وبيقول لهم انه كان جاي لإلهام فاكر ان حسن عندها، لكن لما لقى الشاب ده بيتهجم على إلهام وهي بتستنجد فقتله عشان يحميها. وبيقول لهم حسن انهم لازم يرموا الجثة في البحر ويلفوها يعني بملاية، وبيقول لهم ان اللي هيتكلم منهم هتكون نهايته زي الشاب ده. فكلهم بيخافوا وبيسكتوا. لكن في اللحظة دي بيكون في إخبارية للبوليس عن حسن تاجر المخدرات وإنهم لازم يراقبوه ويتابعوه. فبيروحوا يراقبوه عند بيت إلهام، فبالصدفة بيشوفوا طبعا القتيل وهو ملفوف بملاية وبياخدوه للعربية عشان يرموه. فبيقبضوا عليه، على حسن وعلى طبعا إلهام وعلى منير وعليهم كلهم. بعد كده بنشوف ماهر وهو في المستشفى لما جاله انهيار بعد ما مراته توفت وبعد اللي حصل له بعد ما إلهام سابته، وماسك جريدة بيقرا بيلاقي خبر القبض على إلهام وبيضحك بهستيريا. فبيديله الدكتور حقنة مهدئة. بنشوف بعد كده محامي بيترافع عن المتهمين بيقول ان الشاب ده كان مخمور وكان رايح لإلهام عشان يغتصبها، وساعتها جه منير بالصدفة فحاول ينقذها من الشاب. فطلع الشاب سكينة عشان يقتله، لكن منير اخدها منه ودافع عن نفسه. لذلك بيطلب البراءة لإلهام وطبعا وحسن وحسنين ونعناع، وبيطالب بتخفيف الحكم عن منير لانه كان في حالة دفاع عن النفس. وفعلا المحكمة حكمت ببراءتهم وادت منير 10 سنين بدل الإعدام. بنرجع تاني المشهد وهم في القصر، وصوت عزت بيقول لهم ان هم لو طلعوا براءة من المحكمة لكن هو هيحاسبهم كلهم. بيقول لماهر انه لازم ينال عقابه على تسببه في موت مراته، وبيقول لهم انه هو هيقتلهم واحد واحد وانهم مش هيقدروا يهربوا من القصر. بتنهار نعناع وبيغمى عليها، بياخدها جوزها لأوضتهم. فبيقرروا باقي الموجودين انهم يمشوا من القصر وبيروحوا عند الباب. وبعد كده بيطلب ماهر من عبده البواب السواق انه يروح عند البوابة ويفتحها. اول ما بيروح بنلاقيه بيصرخ وبيقع يموت. فبيكتشفوا ان الباب متوصل بكهرباء، عشان كده عبده مات. بيروح احمد يفصل الكهرباء وبتروح فتحية
عند الباب، لكن اول ما بتيجي تلمس الباب بيغمى عليها. بيشيلها احمد وبيقعدها في عربيته، وبيطلب ماهر من حسنين انه يرجع الكهرباء عشان يدخلوا القصر تاني يدوروا على الشخص اللي كهرب الباب، لانهم شكوا ان في حد معاهم في القصر وهو اللي عمل كده بعد ما دخلوا. وبيقول لهم ماهر يدوروا في البدروم، وبينزلوا يلاقوا باب مقفول، فبيطلب ماهر من حسن انه يفتح الباب، واول ما حسن بيفتح الباب بتطلع رصاصة وبيموت. بعد كده بيفتكروا ان القاتل جوه، لكن بيكتشفوا ان المسدس مربوط بحبل في أكرة الباب. اول ما حد يفتح الباب بتنطلق الرصاصة لوحدها، فعشان كده اللي بيفتح الباب بيموت. بيصرخوا بيقولوا دي خطة جهنمية، اكيد مجرم محترف ولازم يدوروا عليه. وهم بيتكلموا بيسمعوا صوت اقدام، فبي يعني بيشوفوا مين، بيلاقوا حسنين. بيشكوا فيه، لكن هو بيقول لهم انه سمع الرصاصة. فقفل على مراته الباب وجي جري يشوف فيه ايه. وبيدوروا مش بيلاقوا حد، وبيروح ماهر للحمام وبيسيبهم يتناقشوا في موضوع المجرم. بيشكوا ان واحد منهم هو المجرم، لانهم ملقوش طبعا حد تاني في القصر. بيلاحظ احمد اختفاء تمثالين من التسع تماثيل اللي كانوا موجودين اول ما جم، فده دليل ان المجرم لما بيقتل حد بيشيل التمثال بتاعه. بيكتشفوا طبعا ان هم بقوا 7 تماثيل بس. بيطلب منهم ماهر لما بيرجع انهم يشيلوا جثة عبده من قدام الباب ويودوه البدروم. وبيروح احمد وحسنين يشيلوه، لكن بيكتشفوا ان الجثة اختفت. فبيجري حسنين يطمن على مراته. فبيقول لهم ماهر انه شاكك في حسنين ومراته، لانهم هما اللي كانوا في القصر قبل ما كلهم يجوا. وفجأة بيلاقوا حسنين بينادي عليهم وبيستنجد وبيطلب من الدكتور انه يجي يكشف على مراته لانها مش بتتحرك. فبيروح الدكتور، بيروحوا كلهم بيلاقوها ماتت. بيقول الدكتور انها ماتت مسمومة، وبيسأل حسنين انه هو اللي شربها في الكوباية دي. الكوباية كانت ملوثة بالسم. بيقول له انه فعلا كانت يعني كان بيجيب لها مية في الكوباية فشربها منها، والدكتور بيقول ان الكوباية كانت ملوثة قبل ما المية تتحط فيها. وبيستغربوا السم ده جه منين ومين اللي حطه في الكوباية. وبيطلب ماهر من حسنين ان ينقل جثة مراته للبدروم. بيكتشفوا ان التماثيل لما بيرجعوا ان التماثيل نقص واحد بقوا 6 بس. بيعرفوا طبعا انه مش حسنين لانه كان معاهم اثناء ما التمثال اختفى. بيطلعوا يقعدوا في الفرندا عشان يرتاحوا شوية من الجو الكئيب اللي تحت. وبتقعد إلهام على جنب لوحدها. وبعد كده بينزل الدكتور مع حسنين عشان يجيبوا أكل لأنهم كلهم جاعوا. بعدها ماهر بيقول لهم أنا قلقان طبعا على الدكتور مع حسنين لوحده، برضو هنزل معاهم. بينزل عشان خايف على الدكتور. بنلاقي الساعة بتدق 12، فأحمد بيحاول يطمن فتحية وبيقول لها كل سنة وانت طيبة. بيحاول يطمنها يقول لها ما تقلقيش، لكن فجأة بتلاقي إلهام بتصرخ وهي قاعدة قدامهم. بيبصوا يلاقوا حد حدفها بسكينة في رقبتها أو في ظهرها. بتصرخ فتحية وبيجي الدكتور بسرعة هو وحسنين وماهر بيلاقوها ماتت. بتخاف فتحية وبيغمى عليها. وبيكتشفوا لما بينزلوا ان التماثيل بقوا 5. بيشيلها احمد عشان ترتاح في اوضة، وبيقوله ماهر نوديها في اوضة ترتاح شوية، لازم تنام ولازم كلهم يناموا عشان يرتاحوا. وبيطلب منهم انهم كل واحد يقفل على نفسه بالمفتاح وما يفتحش لأي حد تاني لغاية ما يرتاحوا للصبح ويشوفوا هيعملوا ايه. بعد كده حسنين وهو في اوضته بيسمع صوت ديب، فبيستغرب جدا وبيفتح الشباك عشان يشوف ايه الصوت ده. بيلاقي حد ماسك عصاية وبيضربه على دماغه فبيموت. طبعا بيسمعوا الصريخ ده فبينزلوا جري عشان يشوفوه. بينزل ماهر وبتنزل فتحية معاه وبينزل احمد، ما بيلاقوش الدكتور معاهم، فبيشكوا ان الدكتور هو القاتل. بيجروا بسرعة على اوضته، لكن للأسف بيلاقوه مقتول وكمان الباب مقفول عليه. وبيلاقوا جنبه ورقة مكتوب فيها ان الدور الجاي او الضحية الجاية استاذ ماهر. فطبعا ماهر بيتهم احمد ان هو القاتل. بيقول له بما اننا 3 بس يبقى انت اكيد القاتل بدام انا الضحية الجاية. فطبعا احمد بينكر وبيقول ان مش هو القاتل. فماهر بيقول له اكتب نفس الجملة على الورقة عشان
نضاهي الخطوط مع بعض. ولما بيكتب احمد بيقول له ماهر انه نفس الخط اللي مكتوب ويبقى هو القاتل. بتصرخ فتحية وبتخاف. بيقول لهم احمد انه بريء، لكن ماهر بياخدها الأوضة تانية وبيقول لها تقفل الباب عليها وهو هيسهر يراقب احمد. بعد شوية بنلاقي فتحية ما بتنامش طبعا، وبتسمع صوت رصاص، فبتجري عشان تشوف مين. بتشوف احمد وهو بيحاول يقتل ماهر، فبتصرخ، لكن المفاجأة ان ماهر هو المجرم الحقيقي، وانه كان داخل عشان يقتلها، لكن لما احمد شافه ضربه عشان ينقذها منه. وبيعترف ماهر وهو بيموت انه هو المجرم، وانه كتب كل الاحداث دي في مذكرة، ورتب للجريمة دي من بدري. وبيضحك ضحك هستيري وهو بيقول انا العدالة، وبيموت. اخر مشهد بنكون لفتحية واحمد وهم مع بعض وبيتجوزوا، وبينتهي الفيلم النهاية دي. وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. سلام.